كسبنا ماشي اوكي الحمد لله، بس انا ليه افضل قاعده على اعصابي لاخر دقيقه بالمنظر؟ لا ليه انا كقوام نادي الزمالك عارفين يعني ايه زمالك؟ اللعيبه دي اللي مش عارفه يعني ايه زمالك يا جدعان، الناس القديمه اللعيبه القديمه تعرفهم على اخوان بس. طب الراجل هو اللي نزل 10 دقايق غير لك مجرى المباراه وكان هو سبب في الهدف وكل حاجه، شابوه ليه يشكر، بس هو اتصاب. احنا بقى عارفين حجم اصابته ايه ولا عارفين هيعمل ايه؟ افرض ما بقاش معاك في ماتشات اتحاد العاصمه، افرض ما عرفش ينزل ماتش سيراميكا، هنخسر، هنضيع كل حاجه، هنضيع تعب كل حاجه وتعب السنه كلها والمجهود كله. انا مش مبسوطه ومش راضيه عن النتيجه دي. انا ليه اقعد على اعصابي؟ الشوط الاول طبعا اداء نيله زي ما قلنا، والشوط الثاني ليه اقعد على اعصابي لاخر دقيقه وسموحه تعمل عليك ماتش وتعمل وتسجل وتحاول وتعمل تسجيلات على المرمى، وانا ليه توصلوني للدرجه دي؟ هتعملوا ايه مع اتحاد العاصمه اللي انتم مسافرين لهم كمان كام يوم عشان تلعبوا معاهم نهائي الكونفدراليه؟ هتعمل ايه مع سيراميكا كليوباترا؟ سيراميكا اللي اتعادلت مع بيراميدز بسكوادها الفظيع ده، بيراميدز ما عرفتش تكسبها، انت هتعمل ايه؟ ما حدش يقول لي بقى احنا كعبنا عالي، مش ما بقى الكلام ده ما بياكلش معايا. انا عايزاهم يسترجلوا شويه، ومحدش بقى ينتظر مننا بقى انتوا احنا ندعوا، لا الكلام ده لا، هتاخدوا على عينيكم، عشان شكلها انتوا لما نزلتوا الشوط الثاني خدتوا على عينيكم جاب نتيجه، فشكل الادب ما بينفعش معاكم، فهو ده اللي هيبقى من هنا ورايح لغايه ما انت بقى تكسبونا الدوري والكونفدراليه.